الست كانت لسه راجعه البيت، واول ما دخلت شافت جوزها بيتعامل بشكل رومانسي زياده مع واحده حامل. قبل ما حتى تلحق تساله مين الست دي، بنتها جريت عليها وقالت لها مامي الجديده جت بيتنا، هتجيب لي اخ صغير. الكلام ده وقع عليها زي الصاعقه، ما كنتش مصدقه ان جوزها يخونها، فصرخت فيه بصوت عالي وسالته ليه الست دي في بيتهم. بس قبل ما هو يرد، ابوه دخل وقال بكل برود ان الست دي حامل من ابنه، والبيبي ولد، وان العيله كلها قررت تسيبها تولد علشان هي عمرها ما قدرت تجيب لهم ولد، والميراث الكبير بتاع العيله محتاج وريث، علشان كده خدوا القرار ده. وقبل ما الست تعترض، ابو جوزها اللي كان واضح انه شايف الرجاله احسن من الستات قال لها ان الراجل عادي يعمل كده، وكمان زعق لمراته علشان كانت بتدافع عن مرات ابنه. اول ما الست شافت ان العيله كلها بتعملها كده، حست ان 6 سنين من حياتها راحوا على الفاضي. كانت سابت شغلها علشان تهتم بالبيت، وفي الاخر طلع انها مجرد شغاله مجانيه لعيله جوزها، وجوزها عمره ما شاف تعبها، كان فاكر ان ده العادي، بل وبيحملها كل الغلط، وكل مشكلتها في نظرهم انها ما خلفتش ولد. واول ما خلص كلامه، الست اعلنت سيطرتها قدام الكل، وقالت لها في وشها انها مجرد شغاله في البيت، ولا شكلها ولا مكانتها ينفعوا يتقارنوا بيها. فالست على طول رفعت ايدها وضربتها بالقلم، وقالت لها انها قليله الادب وخرابه بيوت.